ما محبة إلا بعد عداوة. ميعادنا النهاردة مع الإصحاح ال16 وال17 وال18. اتفقنا إن كل 3 إصحاحات في رحلة تبشيرية، فإحنا في الرحلة التبشيرية التانية لبولس الرسول. ابتدت بإن بولس قال لبرنابا تعالى نروح نفتقد الناس اللي إحنا بشرناهم، فبرنابا قال له دي فكرة حلوة قوي، تيجي ناخد معانا مرقس. فبولس قال له لا، مرقس سابنا. أقول لك على فكرة أحلى. فاكر وإحنا راجعين من أورشليم بعد ما عرضنا قضية التهود على الرسل وقالوا لنا هنودي معاكم تلميذين، بعتوا معانا سيلا ويهوذا. يهوذا رجع لكن سيلا فضل قاعد معانا هنا في أنطاكيا ومبسوط ببشارة الأمم. تعالى ناخد سيلا، ناخد مرقس، ناخد سيلا. في الآخر الحقيقة قالوا طب خلاص، ما كل واحد ياخد اللي مريحه. ودي كانت المصلحة، إنه في الآخر معلمنا برنابا أخد مرقس الرسول وراحوا على شمال أفريقيا. وده كان لحظنا الحقيقة، لأنه ماري مرقس بعد كده دخل بلادنا وبشرنا وبقى هو كروز ديارنا المصرية. ومعلمنا بولس أخد سيلا وابتدى بيه الرحلة التبشيرية. وهنا الحقيقة اوعوا حد يفتكر ان هما كانوا متخاصمين، لأنه في رسائل بولس الرسول كتب عن ماري مرقس في آخر حياته احضر مرقس ليه لأنه نافع للخدمة جدا، واتكلم عن معلمنا ماري مرقس بطريقة حلوة جدا، وان هو فعلا خادم شاطر. لكن يمكن اسلوب الخدمة في البداية كان مختلف. بولس كان عايز حد يعني ايه بيجري وراه. ماري مرقس كان لسه صغير شوية، فبرنابا طول باله عليه فطلع لنا ماري مرقس، وبرنابا نفسه كمل الكرازة. خدام باختلاف أساليبهم كلهم مهمين. الحقيقة معلمنا بولس أخد سيلة وأخد معاه كمان معلمنا لوقا، وهنشوف ليه. فاكرين احنا قلنا إنه بولس كان ابتدى عينه توجعه وابتدى يدخل في حتة المرض، فمعلمنا لوقا كان طبيب، فكان ماشي مع بولس شوية علشان برضو يساعده في حتة الأمراض دي ويعالجه، وفي نفس الوقت هو رسول فهيكرز معاه. فكده ابتدوا. عرفنا منين ان لوقا راح معاهم؟ هتلاقوا سفر أعمال الرسل اللي كاتبه لوقا ابتدى يبقى فيه صيغة الجمع. رحنا، أقلعنا، ذهبنا، ما بقاش بقى راحوا. وفي النص هتلاقي في حتت راحوا، فده معناه ان في اوقات كان معلمنا لوقا بيروح معاهم، وفي اوقات تانية كان بيستنى ويحصلهم، فبيبان من ضمير المتكلم ده احنا رايحين فين. ابتدى معلمنا بولس من أنطاكيا. اتفقنا ان هو بيبتدي من أنطاكيا اللي هي سوريا، راح لغاية تركيا. وفي تركيا عمل حاجة لطيفة قوي. أول ما راح لقى شاب لطيف اسمه تيموساوس، وقال تيموساوس ده هينفع معانا. طبعا قبل الإيمان. تيموساوس كانت مامته يهودية بس باباه يوناني، فما كانش مختتن، رغم ان بولس كان ضد موضوع الختان ان هو لازم الأول عشان يبقى مسيحي. لكن هنا الوضع مختلف، لأنه تيموساوس كان خادم، بقى هيبقى خادم مع بولس، هيدخل مع المجامع اليهودية، هيبقى رمز يعني. فكان لازم يبقى بياخد خطوة زيادة. فالحقيقة أخده وختنه عشان يبقى مقبول للكرازة من اليهود واليونانيين. وده الحقيقة نتعلمه لأي خادم. ساعات الخادم يقوم بستابس زيادة حتى لو هي مش مطلوبة ومش مهمة قوي للخلاص، لكن علشان المخدومين ما يعصروش فيه، فساعات يمتنع عن بعض الحاجات، ياخد باله شوية حاجات عشان الكل يشوفه كده رمز وحاجة كويسة. بعد ما أخد تيموساوس حاول بقى يبشر في تركيا، منعهم الروح، لم يدعهم الروح. روح القدس عمال يقول لهم لا خلاص مفيش هنا. طب ليه؟ ما يعني يا رب ما لسه في بقية تركيا، مش وقته. فبقوا مستغربين لغاية ما بولس نام بالليل حلم برؤية. الرؤية دي فيها راجل مقدوني، مقدوني يعني أوروبي من ناحية مقدونيا اللي هي أوروبا واليونان، بيقول له أعبر إلينا وأعنا. أعبر ليه؟ لأنه في بحر في النص، فإحنا كده هنركب مركب ونعبر. ودي كانت أول مرة بقى يعبر الناحيات دي بولس يعني. فبولس صحي من النوم وحس إيه ده؟ أوروبا ما كانتش في بالي خالص، أنا في بالي بس أروح الحتت اللي أنا كرست فيها. بس خد معاه سيلا وخد معاه تيموساوس وخد لوقا، وراحوا يلا بينا على أوروبا. أول حتة دخلها في أوروبا بقى كبيرة قوي ومهمة كانت فيليبي. دخل بولس وسيلة ولوقا وتيموثاوس على فيليبي، وابتدى بولس الحقيقة يتكلم ويكرز. في فيليبي ما كانش فيه مجمع، فمعرفش يبتدي من المجمع، فكانوا بيتقابلوا كلهم عند النهر. وهو بيكلمهم كان في واحدة اسمها ليديا،
بائعة أرجوان. أرجوان ده نوع من أنواع القماش غالي جدا كان الملوك بيلبسوه. فليديا دي كانت بتسمعه، حست ايه ده الكلام ده حلو قوي، اقتنعت، اتعمدت هي وأهل بيتها، وبيتها تحول شبه كنيسة صغيرة لأنها دعت بولس يقعد عندهم ويبتدي يتكلم من عندهم. فيليبي كان فيها ستتين وراجل، أول ست ليديا، تاني ست بقى كانت واحدة غريبة هي اسمها عرافة أو عليها روح عرافة، يعني في روح شريرة ماشية معاها، كانت بتتنبأ بحاجات هتحصل. طبعا هل الشيطان يعني ينفع يعرف المستقبل؟ لا، خلوا بالكم من الخدعة هنا. الحقيقة كان الشيطان يعرف المستقبل القريب، ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه تواصل زي دلوقتي، فكان ممكن يروح يقول لهم بعد 3 أيام فلان الفلاني اللي ساكن بعيد قوي هيجيلك وهيخبط على بابك. ففعلا يفتحوا يلاقوا فلان الفلاني، فحسوا ايه ده بيعرف في الغيب بقى ويعرف المستقبل. هو الحقيقة ببساطة الشيطان روح، فشايف انه فلان قام من البلد والسفر بياخد 3 أيام، مفيش تواصل، ما كانش فيه بقى اي تواصل، فقال لها كنبوة يعني. فكانت الناس بتصدق العرافة دي للأسف، مع انه وراها شغل مش كويس يعني. المشكلة انها كانت بتمشي ورا بولس وسيلة وتقعد تقول الاتنين دول بتوع ربنا، الاتنين دول بيقولوا كلام ربنا. طب ما هي تشهد كويس يعني؟ لا، هي مش بتشهد كويس. اولا مش صح ان انا امشي ورا كلام الشيطان حتى لو جزء منه صح، لان هو هيبتدي كده وبعد كده يكذب، فانا هصدقه بكل حاجه، فده حاجه ما تعجبش ربنا. الحاجه التانية ان هي عماله تقول الناس دي بتحب ربنا، الناس دي بتحب ربنا، كانت بتهيج المدينه عليهم، لانه المدينه في اوروبا ما كانوش بيقبلوا قوي بالكرازه باي ديانه جديده، لانهم كانوا بيخافوا على السياسه ويخافوا على الحاجات دي، فكان ممنوع حد يتكلم كتير في الحاجات دي في البلد اللي هم فيها. فالحقيقة ده اللي حصل، انهم هاجوا عليهم، لكن قبل ما يجوا بولس راح بص للي فيها روح عرافة دي وقال له الروح النجس اطلع منها باسم ربنا يسوع، وخرج الروح النجس. مين اللي هاج بقى؟ الناس اللي مشغلين الست العرافة دي، لانهم طبعا كان بيجي من وراها فلوس كتير ورا الدجل والشعوذة والسحر، فتنرفزوا جدا من بولس وسيلة، راحوا واخدينهم جرينهم علشان يتحاكموا. ما تحاكموش، اتاخدوا زي ما هم كده ودخلوا السجن وربطوهم، وكان السجن الداخلي ده سجن صعب جدا وحاجة صعبة قوي. ودي الليلة الجميلة اللي قضاها بولس وسيلة بيسبحوا طول الليل. تسبيحة، تسبيحة ايه يا جماعة؟ انتوا في السجن ده وقت تسبيحة؟ ايوه، ده جمال المسيحي اللي فعلا بيحب ربنا قوي وبيفرح حتى لو تألم من اجله. قعدوا طول الليل يسبحوا لدرجة انه السجن اتزعزع والابواب اتفتحت والسلاسل اتفكت. رغم انه الابواب السجن اتفتحت ولا سجين هرب من مكانه، لان كل السجناء اتلموا حوالين بولس وسيلة يشوفوا ايه ده، مين دول، مين اللي بيسبحوا دول، وازاي السجن اتفتح. السجان نفسه اللي هو المسؤول عن السجن افتكر لما الابواب اتفتحت اكيد المساجين هربت، جه يموت نفسه لانه كده كده هيتعاقب. فراح بولس وسيلة قالوا له لا تعالى ما حصلش حاجه هنقول لك. فجه فقالوا له لا ده احنا كنا بنسبح وكلنا موجودين ومحدش هرب، ما تخافش. اخدهم السجان طول الليل لبيته، كلموهم عن ربنا، تعمد السجان هو وبيته واهله كلهم، والناس امنت بربنا، وتاني يوم رجعوا معاه السجن عشان ما يتعاقبش. الحقيقه الحكماء والولاة عرفوا ان الزلزله اللي حصلت، فقالوا له خلاص بقى مشي بولس وسيلة. وهنا حصل موقف مهم قوي من معلمنا بولس. بولس قفش وقال لهم انا مش طالع من السجن. ليه يا بولس؟ قال لهم انا مواطن روماني، اتسجنت ظلم واتضربت قدام الناس كلها بإهانة، وانا مش طالع الا لما الناس دي تيجي تعتذر لي. حاجة غريبة، مش متعودين على الروح دي من بولس. هو انت مش متضع يا بولس؟ انت في حاجة؟ لا، بولس الرسول كان متواضع جدا طبعا، بدليل ان هو قبل السجن وقبل الإهانة والبهدلة اللي حصلت في حياته. لكن هنا كان خايف جدا على كرامة الكهنوت وكرامة الإنسان المسيحي. مش معنى أن يبقى متضع وأن يبقى متسامح أن يتفرط في كرامتي كده فالناس يعني إيه تستخف بيا. الحقيقة هو من غير ما يعمل ثورة، من غير ما يعمل تحدي، لكن تمسك بحقه كمواطن روماني. وفعلا هم جم لغاية عنده واعتذروا، وكمان عمل كده علشان ليديا بائعة الأرجوان لما يرجع لها بعد كده ما تحسش انه ده انت بقى بتتهزق وتمشي يعني، لا، هو إنسان ذو كرامة. السجان نفسه لما شاف بولس إزاي بياخد موقف، وإزاي إن هو رغم إنه متواضع ورغم إنه بيغفر، لكن هو مش شخصية ضعيفة، هو شخصية قوية، فكان معجب طبعا جدا بولس الرسول. خرج هو وسيلة وراحوا لليديا بعد كده، وبعد كده سابوا فيليبي وراحوا على سالونيكي.
هنا بقى نبتدي نسمع أسامي البلاد اللي هي ليها رسايل، رسالة فيليبي، رسالة تسالونيكي. في الرحلة التانية في بلاد كتيرة من اللي بعت لهم رسايل نسمع أساميهم. تسالونيكي دي كانت في أوروبا برضو، راحة الحقيقة بولس وسيلة، لكن تيموثاوس ولوقا فضلوا موجودين في فيليبي بيكملوا الخدمة. وده يعلمنا إن احنا مش لازم نمشي مع بعض في كل حتة، احنا بنشوف الخدمة محتاجة ايه والخدام بيروحوا علشان الخدمة محتاج. لوقا الحقيقة عرفنا من أسلوب كلامه إنه قال فذهبوا راحوا، فعرفنا ان لوقا ما كانش معاه. في تسالونيكي حصل ايه؟ تسالونيكي كان فيها مجمع، دخلوا المجمع علشان يكرزوا ويبشروا ويحكوا على القصه. كالعاده اليهود ابتدوا يغيروا ويتغاظوا، فراحوا قلبوا عليهم. راح بولس الرسول منفض هدومه قال لهم بصوا يا جماعه بقى، انا اعمل لكم ايه؟ انا هروح للامم. وفعلا كمل بعد كده لبلد تانية، عمل نفس القصة، بيحاول يتكلم، اليهود بيرفضوا، الأمم بيقبلوا، وبعض اليهود كانوا بيقبلوا، مش كل اليهود بيرفضوا، بس الرؤساء واللي ماسكين المجمع دايما بيرفضوا. من هنا الحقيقة ابتدى يروح بلد بقى مهمة جدا، هي أتينا. ليه أتينا مهمة جدا؟ أتينا مهمة قوي لأنه فيها مكان اللي بيتقابل فيه الفلاسفة والناس اللي بيتبحثوا في الأديان وفي النظرات، وكانت بلد فيها ثقافة عالية جدا جدا. وفيها مكان مهم قوي موجود لغاية النهاردة على فكرة في أتينا في اليونان، اسمه أريوس باغوس، ساحة كده كبيرة كانوا الناس بيتقابلوا فيها، وكل مجموعة يقفوا يقولوا الحاجة اللي عندهم، ويبقى يحصل مناظرات ويتكلموا مع بعض. فالحقيقة بولس كان متضايق جدا في أتينا، لأنه شايف كم الآلهة. كانوا يقولوا كده المثل يعني، إنك في أتينا في الوقت ده سهل قوي تتعرف على آلهة وثنية، أسهل من إنك تلاقي واحد صاحبك لو تهته في الزحمة، من كتر ما الآلهة كتيرة قوي أوثان. فبولس وقف كده يقول لهم على فكرة انتوا متدينين جدا. فكله رجع لورا، وعلى فكرة احنا هنا بنتخانق مين الصح، احنا هنا بنبتدي نعرض مين الأشطر، مين اللي فلسفته أعلى، انت ازاي بادي انكم متدينين؟ وده يبين تواضع بولس الرسول، انه فعلا شايفهم ناس كويسين، هم عن جهل ما يعرفوش ربنا، لكن هم مش وحشين. فقال لهم انتوا مش بتتكلموا عن الإله، انا شايف في مسبح عندكم للإله المجهول. عارفين بقى مين الإله المجهول ده؟ وابتدى يكلمهم عن ربنا يسوع، ويقول لهم زي ما الشعراء بتوعكم بيقول انه به نحيا ونتحرك ونوجد، وان احنا ذريته، يعني احنا ولاد ربنا. فبصوا ازاي الثقافة والعلم والفلسفة خد منها المفيد اللي ينفع يخليهم يحسوا انه ايه ده عارف شعراءنا بيقولوا ايه، ده فيلسوف، ده متعلم، وفي نفس الوقت بيتكلم صح وبيكلمنا باحترام، نسمع منه طبعا. ازاي بعد كل ده ما يسمعش منه؟ فلغة الاستهتار بالآخر دايما تقفل ودنه، لكن لما تبقى متعلم ومثقف ومتواضع ووديع، الناس تسمع لك وتشوف صورة ربنا فيك. الحقيقة انه اتكلم، وبعض الناس برضو امنوا، بعض الناس ما امنوش، لكن ابتدى يكرس، وكان قاعد في الوقت ده مستني سيلا وتيموثاوس يقولوا ويحصلوا. خلص أتينا وطلع من أتينا على كورنثوس. وكورنثوس بقى حصل فيه حاجة مهمة قوي. لما وصل كورنثوس كان منهك. ليه؟ لأنه بيلاقي معاندة كتير قوي من اليهود في كل حتة بيروحها. كان عدى بقى بالسجن والقصص دي والهروب، والحق اجري من هنا وروح من هناك، والبلاد نفسها بتعنده. وكورنثوس نفسها كانت بلد مليانة فساد، كانت بلد صعبة جدا جدا. بلاد أوروبا في الوقت ده، اليونان يعني في الحتة دي، كان معظمها بلاد مليانة خطية وفساد. فبولس يعني كان فطسان، يعني لو يحقق قول. فوصل المكان ده لقى حاجتين حلوين قوي. حاجة فيهم انه اتقابل مع كابل اسمهم بريسكيلا واكيلا، ودول كانوا زوج وزوجة حلوين قوي، بيحبوا ربنا قوي، اصلهم يهودي وامنوا. فقابلوا مع بولس وقبلوه في بيتهم، قعد معاهم فترة، وكان حتى بيشتغل نفس شغلانتهم، فبيقعدوا يشتغلوا سوا ويتكلموا سوا. فبولس حس يا اخيرا في ناس معايا، اخيرا احنا عندنا كوميونتي كده نبتدي نتدفى في بعض. ربنا ساعات يسمح لما يلاقيك داون يبعت لك من حيث لا تدري إنسان يعينك، رغم إنه ربنا موجود تلاميذك وخدمتك وكل حاجة، بس الإنسان مهما كان بيحس ساعات بضعف، وإنه محتاج إنسان زيه يقويه. كمان في نفس الوقت ظهر رؤية كده أو حلم يعني بالليل لبولس، ربنا بيقول له ما تخافش، اتكلم، أنا معاك،
اوعى تضعف يلا بينا. فالحقيقة ربنا شجعه بالطريقتين، هو نفسه تواصل معاه وجاب له ناس يكملوا معاه. فضل مع بريسكيلا وأكيلا وخدم في كورنثوس، وبعد كورنثوس طلع منها على أفسس في تركيا، وراحوا معاه بقى بريسكيلا وأكيلا كانوا يعني بيخدموا معاه. ساب بريسكيلا وأكيلا في تركيا الحقيقة، وهو طلع من تركيا رجع على أورشليم علشان يدي ريبورت للتلاميذ بعد ما استغرقت الرحلة. فاكرين قلنا بنزود على رقم الرحلة 1، فدي الرحلة التانية هنزود 1 يبقى استغرقت الرحلة حوالي 3 سنين، 3 سنين وشوية. راح لأورشليم يقول للرسل بقى والكبار احنا عملنا ايه ويديهم الريبورت. وبعد ما خلص أورشليم رجع تاني على أنطاكيا، اللي زي ما قلنا دايما بيبتدي منها وينتهي ليها، لكن المرة دي هتكون آخر مرة يرجع لأنطاكيا عشان هنشوف الرحلة التالتة بقى حصل فيها ايه، وبعديها الرحلة الأخيرة لروما. نشوفكم المرة الجاية في الرحلة التبشيرية الثالثة والأخيرة لبولس الرسول.